يا والله إذا ولا كاتب لك ربي شيء والله ما يقلعوا لك العربي نقطة ورجع على السطر. أنا تمتم وأنت تفهم. وهذه قصة تديك بعيد يا ابن أمه. رد بالك أنت تزرب، قال لك اللي يزرب الخبز تو أكلها عجين. فهمت الحاجة؟ هذا واحد في مدينة بالعباس، ودي كاس الناس بالعباس، وإنسان يعني هذا كان تاع راسه، وكان غير هو عند أمه، وكان الآب تاعو متوفي، وكانت يعني جده حية، وكان ما عندوش، ومسكين متعب يماه، ويماه كل يوم يا ابن امه شاده يديها وتدعي في ربي، يا ربي يعفو على ابني، يا ربي يعفو عليه، يا ربي ابني زين، يا ربي تبع ولد حرام، يا ربي تعفو عليه. وامه كل ليله قايمه الليل تدعي على ابنها انه ربي يرد الصراط المستقيم. ويا ما ناس راهم مبلين الليله ندعو لهم ربي ان شاء الله يعفو عليهم الله عز وجل، وتتبدل طريقهم طريق العوجه للطريق الصح، لان كل حاجه مره في هذه الدنيا. المهم كما كان الحال، هذا يعني الانسان اللي كان تاع راسه، وشنو الشيء اللي خلاه يعني يشرب؟ كان يعني ضغوطات وهم انه جداه ما بغاتش تعطي له من الميراث تاع بيو، ولا انسان ما عندوش ولا تغايضاته عمره. المهم اخوتي كما كان الحال، في يوم من الايام في 2010 اتعرف على واحد الانسان، او قال بربي ان شاء الله نخرج لونساج، قال نخرج لونساج ونسترسخ على الله. المهم كما كان الحال تلاقى مع واحد قال له يا ودي انا نخرج لك لونساج، مي تعطيني 200 مليون. هو كان دار يعني الحساب اللي كان راح يخرجه يعني من لونساج، كان راح يخرج مليار. المهم قال لك يا ودي عادي نورمال، نعطي له 200 ونديه 800 مليون. كما كان الحال جرى على الكواق طريق الامورات الكل، ولكن ابن امه لما وصل للنهار انه يعني راح يخرج هذاك المليار تاع لونساج ويعطي للسيد 200 مليون تاع رشوه، حتى وكان تاع راسه ما كانش قاض بالطريق صواب. بيت في هذاك الليل ضميره يأنب فيه، يا ودي الرزق هذا حرام، انا راح نرشي لعل وعسى كان نموت، لو كان نتكسر، لو كان كذا. وبيت يعني بايت في حاله. كي طلع النهار راح للاداره، راح يعني باش يجبد هذاك المليار ويعطي للسيد يعني 200 مليون. وصلوا ابن امه نهار اللي وصلوا للاداره، هذاك السيد اللي راح يعطينه يعني يعطي له الدراهم يعني الفورنيسور ولا مش عارف شو يسموه، سينا، هذاك السيد ثاني سينا اقعد غير هو يسيني ويدي المليار ويدي السيد 200 مليون، والصباح يصبح خدام وما عندوش 1000 راك زرق يا ابن امه. ولكن هنا هذا السيد قالوا له هاك سيني، قعد يعني ساكت، هاك سيني وش بيك؟ من بعد التالي عطاو له الورقه، قالوا له هاك باش تسيني. نهار اللي عطاو له الورقه يا ابن امه، شوف الرب عز وجل لما الانسان تكون عنده اراده قويه وعنده ثقه تامه في الله عز وجل، شد هذيك الورقه وقطعها، وقال له اللي يرزق الرب عز وجل، هذا الرزق حرام وراشي عليه 200 مليون، وانا ضمنت انني راح نعيش الغدوه. قطع حتى وكان تاع راسه ابن امه، قطع هذيك الورقه وخرج ضميره يأنب فيه، وضيع مليار ابن امه، وانسان ما عندوش وغايضته عمره. ولكن لما وصل للدار بيت يعني مقلق، ما بغاش يهضر مع الوالده تاعو. غدوه من ذاك كانت عيطت له جده وعطات لامه تقريب 1.5 مليار من الميراث، كان هداها الله عز وجل، وجالي هذاك المبلغ بالنص، يعني كان داير مليار جاه 1.5 مليار يعني حلال، ميراث حلال ابن امه. وضروك يعني راه فاتح في بالعباس وراه من الاغنياء وراه لابس عليه وحاجه ماشي خاصاته. شتا ابن امه كان انسان تاع راسه، لما خطا طريق الحرام وطريق الرشوه ربي يفتح عليه بفتحين. ولا انسان هداه الله عز وجل انه ماهوش يخرج من المسجد، والحاجه الثانيه زاد ربي رزقه ابن امه. الله عز وجل لما يرزق ماهوش عبد يمن، الرب اذا اعطاك عمره لا يمن، يمد لك 1 مليار 2 3 10 100، ما كاش اللي يسالو، الملك ملكه. فربي كان رزقه باثنين ابن امه، الهدايه انه بطل الشراب، والثانيه انه ولا انسان ولا مال، بسبب انه يعني قطع هذيك الورقه ودار ثقته في الله عز وجل. شت نهار اللي خلى يعني طريق الحرام ومشى في طريق الحلال، الله عز وجل رزقه. يا والله اذا كاتب لك ربي رزقك يوصل، ما هي الا الصبر وايامات وتمر. كاتب لك ربي مليار يوصلك ل2، انت تسرع تروح ترشي تجيبه بالنهار الحد. مع السلامه ودمتم.